أنا ما أحب قطر ولا أحب أتابع كأس العالم وما أشجع أي فريق، لكن الصراحة قطر مشتغلة شغل يفخر به كل مسلم. شلون؟ أنا أقول لك شلون. من افتتحوا الملاعب في قطر فتحوها بطريقة تدريس القرآن على مود تعكس للعالم كله على ديننا وحضارتنا الإسلامية. قطر وزعت منشورات ومطويات لنشر الدعوة الإسلامية بكل اللغات للوفود الرياضية والمشجعين، وكتبوا آيات وأحاديث على مكارم الأخلاق بالطرق المؤدية للملاعب والفنادق وبأماكن التجمع وبكل اللغات. منعوا مظاهر الشذوذ ومنعوا هبوط أي طائرة تحمل شعار المثلية في مطارات قطر، مما اضطرت بعض الطائرات الهبوط بدول مجاورة. منعوا المظاهر العاطفية اللي تصير بين الرجال والنساء بالملاعب، ومنعوا الخمور بالملاعب وأماكن التجمع الرياضي. قطر سوت دعوة للدعاة المختصين بهداية غير المسلمين للإسلام، وعلى رأسهم الدكتور الشهير ذاكر نايك اللي أسلم على إيده مئات الآلاف. غيروا المؤذنين واستبدلوهم بمؤذنين أصواتهم جميلة خاصة بالمساجد المحيطة بالملاعب. ولما صارت القرعة مال الفرق توقفت الإجراءات لحين اكتمال الأذان، وهالشي عكس للعالم مدى احترام المسلمين لشعائرهم. قطر سوت منشورات ومحاضرات تخص القضية الفلسطينية اللي صارت شبه منسية عند البعض، وأنشأوا باركود. هذا الباركود موجود بكل غرف الوفود، هو عبارة عن برنامج إسلامي وبكل اللغات على مود يتعرفون العالم على الإسلام. وبسبب هذا الشيء دخل للإسلام 585 وافد قبل لا يبدأ المونديال أصلا. وأكو هواي أمور أخرى تحسسك إنه كأس العالم راح يفيد الإسلام بصورة غير مباشرة.